صباح الفل، صباح الجمال والسعادة. يلا بينا ندخل كده مطبخنا ونعمل أحلى غدا النهاردة وندلع الولاد. عايزين نعمل النهاردة شوية شوربة زي ما قال الكتاب. هنشوح اللحمة بتاعتنا مع مستكة وحبهان ورق لورا، بصلاية جزراية ملح فلفل 7 بهارات شوية قرفة. اديها تشويحة وعملناها مع بعض كتير، هتديكي أحلى شوربة. وكنت عايزة أعمل خضار، فتحت الفريزر بتاعي وأنا محتارة، وكان الاختيار القلقاس. طلعت كيس قلقاس، ودي فايدة ان يكون عندك تفريزات تختاري منها. هعصر طماطم وحطيت فيها واحدة شطة كده او فلفل احمر، بتدي ريحة حلوة قوي. يدوب لتر طماطم، وزودت كده كمان نص لتر وصفيته وركنته على جنب. وكان عندي الخضرة طازة وكل حاجة اللهم بارك كانت جميلة. اول حاجة بنولع عليها سواء لحوم او طيور علشان دي اكتر حاجة بتاخد وقت. وسبت اللحمة تعيش حياتها، هتاخد لها من ساعة وربع ساعة ونص. ودي طريقتي في القلقاس اللي انا دايما بعملها في القناة وانتوا عارفينها. انا بعمله بالصلصة وبعمل له طشة كزبرة كده خضراء. حطيت القلقاس بتاعي يتحمر، انا بعمله كده. وابتديت اعمله التسبيكة بتاعته، بصلاية مفرومة على معلقة ثوم مفرومة كده تشوحه، ونزلت عليها بعصير الطماطم. سبت التسبيكة تعيش حياتها، وورايا اللحمة بتستوي والقلقاس كده بياخد تحميرة حلوة. وكان عندي كزبرة خضرة طازة كنت جايباها وانا جاية من بره. نزلت الاولاد المدرسة وانا راجعة، عديت جبت كل حاجة فريش كده. الصبح بتبقى الحاجة بسم الله ما شاء الله تفتح النفس. الكزبرة بتاعتي جيت نضفتها كويس وغسلتها كتير ونقعتها برضو احتياطي، وحطيتها كده في مصفى تنشف. لما ايدك بتبقى في كل حاجة ما بتاخدش وقت. بقالنا كام يوم بناكل بقى نواشف وخارجين من شم النسيم. عايزين نعمل أكلة طرية كده حلوة، شوية لسان عصفور خضار، شوية رز بشعرية. وكمان لما بتبدأي في الشغل بتاعك من بدري، يا دوب بعد ما تنزلي الأولاد المدرسة بتحس إنك خلصتي كل حاجة على طول في الإنجاز. بعد كده بقى بيبقى عندك وقت للبيت، تروقي